السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر. اليوم الخوت غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيهم واحد الفئة من المجتمع اللي هي فئة الأرامل. إذا أخوتي كما كتعرفوا بأن الأرامل كان عندهم واحد الصندوق ديال التماسك الاجتماعي اللي كانوا كيتخلصوا عليه على الوليدات المتمدرسين. اليوم الخوت رسميا انتهاء صندوق التماسك الاجتماعي وانتهاء دعم الأرامل رسميا. إذا أخوتي الغالبية ديال الأرامل جاهم واحد الميساج في التليفون كالآتي. الميساج أخوتي على هذا الشكل هذا، كيقولوا فيه في الميساج: من أجل الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي غينطلق في آخر دجنبر 2023 واللي غيعوض برنامج دعم الأرامل، خاصكم نتوما والأسرة ديالكم تسجلوا في السجل الوطني للسكان ثم السجل الاجتماعي الموحد، ثم كديروا الطلب على المنصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر اللي هي www.asd.ma. إذا أخوتي الأرامل اللي كانوا كيتخلصوا شحال هادي غيتوقف الدعم ديالهم خلال هذا الشهر، شريطة أنهم يتسجلوا في الدعم الاجتماعي المباشر. أكيد خصهم يتسجلوا في السجل الوطني للسكان ثم السجل الاجتماعي الموحد، ثم غيديروا الطلب ديال المنحة الشهرية في المنصة ديال asd.ma. وكاينه واحد الملاحظة مهمة جدا، أن أي أرملة عند الوليدات كيقراو وكتخلص عليهم شحال هادي خاصها تسجل ضروري وتكون هي رب الأسرة. عندكم يعني شي مرة تكون أرملة عندها وليدات تمشي تسجل مع باها ولا جدها ولا عمها ولا خوها، خاصها هي اللي غتكون رب الأسرة باش تستافد من المنحة اللي كانت كتاخد شحال هادي. أنا كنهضر على الأرامل اللي كانوا كيتخلصوا شحال هادي على الوليدات، أما بخصوص الأرامل الجداد راه وضعيتهم يعني حاجة أخرى. فقط أخوتي هذه معلومة مهمة جدا، بزاف ديال الأرامل ما عندهمش الخبر صراحة للأسف ديال هذه المعلومة، أن الدعم اللي كانوا كياخدوه غينقطع عليهم، لذلك خاصهم يتسجلوا كذلك في الدعم الاجتماعي المباشر، وشريطة أنهم يكونوا هما رب الأسرة. يعني ديك الأرملة هي تكون رب الأسرة وتدخل معها الوليدات ديالها باش تخلص عليها. إذا خوتي اللي عنده اللي كيهمو هذا الموضوع مزيان، اللي ما كيهموش وكيعرف شي أرملة عند الوليدات يعطيو هذه المعلومة هذه بأن الدعم الاجتماعي ديال الأرامل راه غيتوقف هذا الشهر، لذلك خاصهم يسارعوا يتسجلوا في المنصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وكذلك قبل من هذا الشيء كامل خاصهم يكونوا مسجلين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. إذا أخوتي هذه هي المعلومة اللي بغيت نشاركها معكم. شكرا لكم على المتابعة. أي سؤال أي استفسار خلونا في التعليق، وإلى اللقاء.